اول ما وصلت من الامارات على مصر يا جماعه، طلعت عملت فيديو قلت فيه انا مش عارف اسوق سيارتي او عربيتي في مصر بسبب عدم احترام الناس في الطريق. مصر طرق وكباري بقت زي بتاعه الامارات، حرفيا حرفيا طرق وكباري الله ينور. عاملين اشارات، الاقي الناس بتكسر الاشارات عادي جدا في مصر والموضوع بسيط. رادارات، يقول لك الرادار ب 200 جنيه يا عم، اكسره واجري. وهو بيجري ممكن يضيع اسره كامله. يشوط واحد بيعدي موتوسيكل ماشي يقوم جاي ضربه يموت طبعا. فطبعا يا جماعه يعني زعلت جدا، زعلت جدا. انا مثلا انا ماشي الاقي واحد من ورايا عمال يزمر لي ويعدي من جنبي، يقوم جاي شاتمني، يقوم جاي كسر عليا. كسرت على واحد بالغلط لازم يقول لي امك وابوك وعمتك وخالتك. طب ليه؟ ودي فئه يا جماعه، دي فئه في مصر، مش المصريين كلها كده. في بقى التجمع الخامس ومدينتي لما بسوق فيهم بحس براحه نفسيه شويه. لكن انا بتكلم بقى على الطرق العامه الدائري والحاجات دي كلها. فايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ انا بقول عدم احترام، عدم احترام. مش هقول لك الدوله بقى ومصر مقصر، لا لا لا. الدوله عملت طرق وعملت كباري الله ينور، وعامله رادارات الله ينور. طب نحترم بقى ونمشي في الحاره. من اول ما جيت في مصر ما لقيتش واحد ماشي في الحاره بتاعته، ما لقيتش. فانا بقول عندنا في الامارات، ناس تقول لك عندنا في الامارات هو انت اماراتي؟ يا عم لا يا عم، انا مصري يا عم، بس الامارات بلدي التانية. فلما اقول عندنا في الامارات بتكلم على بلدي التانية، فده طبيعي جدا. الامارات محساني ان هي بلدي الصراحه. يعني الامارات انا لما عايش في الامارات حاسس ان هي بلدي. فانا النهارده يا عم انت تقول لي انا نفسي بلدي تبقى احسن بلد في العالم، نفسي بلدي مصر تكون احسن بلد في العالم في الاسلوب والاخلاق وبتاع. انت النهارده يعني يصعب عليا لما الاقي مثلا وانا بعدي الطريق في مصر الاقي محدش عاوز يعديني وكله عاوز يعدي الاول. لما اجي اعدي في مصر الاقي الاماراتي واقف يقول لي اتفضل عدي، انا موريش حاجه كده كده. وحتى لو ورايا حاجه مش هتاخد منك ثانيتين تعديني الطريق، انت كده كده اللي قاعد في العربيه انا ماشي على رجليا. فالاولويه لعبور المشاة. فيعني انا بتكلم عن الاحترام. معاك عربيتك يا عم احترم، حد كسر عليك مش مشكله، حد حصل الحمد لله جت بسيطه. لكن بقى اطلع من الشباك واقول واعمل وبتاع، فده تصرف يعني تصرف سيء جدا جدا جدا. اتمنى ان احنا نغيره. والناس اللي بينتقدوني انتوا بقى الفئه اللي بتعمل ده، فانتوا كلامكم مالوش اي لازمه.